السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبنا طلاب ثالثة ثانوي عاملين ايه؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى النهارده هنكمل اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت، بدأنا المرة اللي فاتت الدرس الثالث في لز الحديد، والنهارده هنكمل بقية الدرس بإذن الله تعالى، ويلا نخش على الدرس على طول. احنا انتهينا المرة اللي فاتت عند أفران اختزال الخامات. أفران اختزال الخامات كان كام فرن يا شباب؟ كانوا فرنين، فرن عالي وفرن ميدريكس. اللي بيحصل في الفرن العالي هو اللي بيحصل في فرن الميدريكس، اختزال خام الهيماتايت. ان انا لازم اتخلص من مين؟ لازم اتخلص من الاكسجين. طب طالما اللي بيحصل في الفرن العالي هو اللي بيحصل في فرن الميدريكس، ليه خدناهم فرنين؟ ما كنا خدنا فرن واحد وخلاص، طالما اللي بيحصل هنا هو اللي بيحصل هنا. لا طبعا، الفرق ما بين الفرنين هو العامل المختزل اللي هياخد الاكسجين من الخام عشان احصل للحديد. زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان في الفرن العالي كان مين العامل المختزل؟ اول اكسيد الكربون. كان بيجي منين؟ كان بيجي من فحم الكوك. جميل كده الكلام؟ جميل. وفحم الكوك ده يا شباب بالمناسبه اسمه فحم الحجري، هناخده في العضويه باذن الله تعالى. اما فرن ميدريكس كان العامل المختزل هو مين؟ هو الغاز المائي، خليط من اول اكسيد الكربون وخليط من اول اكسيد الكربون وغاز الهيدروجين مع بعض. تمام كده؟ يبقى اذا في الفرن العالي كان اول اكسيد الكربون بس، في فرن ميدريكس اول اكسيد الكربون وغاز الهيدروجين الاثنين مع بعض. فاذا الفرق ما بين الفرنين هو العامل المختزل، هنا اول اكسيد الكربون وهنا اول اكسيد الكربون وغاز الهيدروجين فقط، هو ده الفرق ما بينهم خلاص. انما اللي بيحصل هنا هو اللي بيحصل هنا، درجه الحراره هنا اكبر من 700، هنا درجه الحراره اكبر من 700، اكبر من 700 بقى من فوق 700 وانت طالع. جميل، ما بنحددوش عند كام، عند درجه حراره معينه. فوقفنا في النهايه ان في الفرن العالي كان بيطلع مين في النهايه؟ كان بيطلع حاجه اسمها حديد غفل. حديد غفل ده اللي هو كان ايه يا شباب؟ كان 95% منه حديد و5% شوائب. تمام كده؟ 5% منه ايه؟ حديد و5% منه شوائب. ودخلنا في فرن ميدريكس طلعنا منه حديد اسفنجي متصلب او صلب. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب طالما ان الفرن العالي طلع حديد بنسبه 95%، هو مش ده حاجه عاليه؟ احنا كنا واقفين عند مرحله الاختزال عند هيماتايت كان نسبه الحديد فيه اقصر حاجه كانت 60%. لما نسبه الحديد توصل معايا تتنين من 60% ل 95%، ده جميل جدا، احنا وصلنا لحاجه عاليه. نسبه الشباب بس اللي هي ايه 5%. هقول لك لا، على الرغم من ان الحديد وصل ل 95%، اللي في صناعه الحديد نسبه الكربون لما يكون 5% ده نسبه كبيره. زائد ان في افران اختزال الخام كنت محتاج اتخلص من الاكسجين، فلما طلع لي في الفرن العالي في كربون بسبب فحم الكوك، فبالتالي اصبح شوائب لازم اتخلص منها. هتخلص منها يبقى لازم اتخلص منها. فهتخلص منها فين؟ فهضطر ان انا اعمل ايه في الشوائب دي؟ اقللها ولا ازودها؟ لا، ده انا هتخلص منها، يبقى محتاج ان انا اقللها. اقللها دي يعني عمليه ايه؟ يعني عمليه اختزال، لان كلمه اختزال معناها كلمه نقص، وانا هنا عايز انقص نسبه الشوائب اللي هي 5% كربون دي، عايز ان انا اقللها. كلمه تقليل يعني نقص، وكلمه نقص يعني اختزال. فانا هضطر بعد كده ادخلها افران اسمها افران اختزال. ايه ده؟ افران اختزال زي فرن عالي وفرن ميدريكس؟ لا، فرن عالي وفرن ميدريكس اسمها افران اختزال خامات. انما هنا انا عايز اختزل خامات، عايز انقص خامات ولا عايز انقص شوائب؟ عايز انقص شوائب، يبقى اسمها ايه؟ افران اختزال شوائب. افران اختزال مين؟ شوائب. وده هينقلنا على مين؟ هينقلنا على المرحله رقم 3، وهي مين؟ مرحله الانتاج. المرحله رقم 3 اللي هي مرحله مين يا شباب؟ مرحله الانتاج. وبيتم فيها ايه مرحله الانتاج دي؟ بيتم فيها ان الحديد الغفل اللي طلع من الفرن العالي محتاج اتخلص من ال 5% الشوائب اللي هم قليلين من وجهه نظرك، بس مقارنه في صناعه الحديد نسبه الكربون كده عاليه، المفروض ان انا انقصها يبقى اختزلها، فاسمها افران ايه؟ افران اختزال الشوائب. في مرحله الانتاج بيتم فيها ايه يا شباب؟ يتم فيها ادخال مين؟ الحديد الغفري اللي نسبه الحديد فيه 95% ونسبه الكربون فيه الشوائب 5%، وحديد الاسفنجي الصلب الناتج من فرن ميدريكس بدخلهم فين؟ في افران اسمها افران الاختزال. افران الايه؟ افران الاختزال. بس الافران الاختزال هنا افران اختزال ايه يا شباب؟ افران اختزال شوائب.
نكتب هنا كده افران اختزال ايه؟ شوائب، وليست افران اختزال خامات. يبقى افران اختزال خامات فرن عالي فرن ميدريكس، افران اختزال شوائب اللي احنا هنكتبها دلوقتي. طب مين افران اختزال الشوائب دي؟ اول فرن عندي اسمه الفرن المفتوح. الفرن الثاني عندي اسمه الفرن الكهربي. الفرن الثالث عندي اسمه المحول الاكسجيني. محول الايه؟ الاكسجيني. حلو كده الكلام؟ عندي ثلاث افران عشان اختزل بيهم مين؟ اختزل الشوائب. طب هل بقى هيتم ان انا ادخل الحديد الغفل والحديد الاسفنجي في جوه الافران الثلاثه دول، الفرن المفتوح والفرن الكهربي والمحول الاكسجيني، علشان اقلل الشوائب بس؟ طب السؤال هنا يا استاذنا، هو انت هتقلل الشوائب لحد ما توصل لكام؟ لحد ما توصل 0%؟ هقول لك سؤال منطقي. طب تعالى كده معانا، لو احنا قللنا الشوائب لحد ما توصل 0%، كده بقى عندي مين؟ كده بقى عندي حديد فقط بنسبه 100%. طب والحديد الفقط اللي هو موجود بنسبه 100% ده ماله؟ الحديد النقي ده لين، عامل زي طين الصلصال. طب هل ينفع الحديد النقي اللي هو اللين اللي هو عامل زي طين الصلصال اعمل منه بوابات؟ طبعا لا. اعمل منه اعمده؟ طبعا لا. ادخلها في صناعه سلاح؟ طبعا لا. طب والعمل؟ انا محتاجه حديد صلب. محتاجه حديد ايه؟ صلب. واحنا اتفقنا قبل كده ان الحديد الصلب عباره عن مين؟ كربون وحديد. يبقى الحديد الصلب عباره عن مين؟ عباره عن حديد ومعاه مين؟ ومعاه كربون. قال لا ده دي اسمها ايه؟ سبيكه. ايوه كده، الله يفتح عليك، اسمها ايه؟ اسمها سبيكه. بس عشان خاطر اعمل اعمده واعمل بوابات واعمل اي حاجه واعمل صناعه من الصناعات الثقيله اللي داخل فيها الحديد، يبقى لازم حديد ايه؟ حديد صلب. اشمعنى حديد صلب؟ ان الحديد اللي هو نقي 100% لين، ما ينفعش استخدمه اصلا. حلو كده الكلام؟ حلو كده. قلت له بس لحظه، بس هو انت مش هتدخله افران الاختزال زي ما انت قلت اللي هم الثلاث افران دول عشان تشيل الشوائب اللي هي 5%؟ هقول لك انا هشيل الشوائب ال 5% بس مش هشيلها كلها. لان انا منين هشيلها كلها؟ اشيل كل الكربون وارجع تاني اضيف كربون. بتيجي ازاي؟ يبقى انا بدل ما اشيل كل كربون وارجع تاني اضيف كربون عشان اخلي الحديد النقي يبقى حديد صلب استخدمه في الصناعه. طب وليه؟ انا اقلل بس ال 5% مش اكتر. اقلل ال 5% اخليها 1%، اخليها 1.5% على حسب النسبه اللي عندي وعلى حسب درجه الصلابه اللي موجوده عندي. جميل كده الكلام؟ تمام. يبقى عشان احصل على حديد صلب لازم يكون مين؟ حديد ومعاه مين؟ حديد ومعاه كربون. فانا بحصل على الحديد الصلب ده فين؟ بحصل على الحديد الصلب ده في افران اسمها افران اختزال الشوائب، اللي هو فرن مفتوح وفرن كهربي وفرن ومحول اكسجين. ليه؟ لان ال 5% كربون ده كتير، لازم اقلله شويه. طب اقلله لحد ما يجي الصفر؟ لا مش هينفع ان انا اقلله لحد ما يجي الصفر. امال هقلله ليه؟ هقلله اقل من ال 5%، علشان انا لو قللته للصفر هصبح حديد نقي ملوش لازمه، هرجع اضيف تاني كربون عشان يبقى حديد صلب. جميل كده الكلام؟ جميل. يبقى اذا الافران اللي هي الفرن المفتوح والفرن الكهربي والمحول الاكسجيني اللي هي افران الاختزال، بنقص نسبه الشوائب بس ولا بحصل فيها على سبيكه؟ بحصل فيها على مين؟ على سبيكه. قال لك طب ما انت كده يا مستر ممكن تعمل حاجه حلوه قوي. اللي هي ايه؟ ممكن تجيب الحديد والكربون وتقوم حاطط عليه فاناديوم وليكن. هقول لك جميل، برضك هحصل على مين؟ هحصل على سبيكه. هقول لك تمام. قال لك ده انت ممكن تجيب الحديد الصلب وتقوم حاطط عليه كروم. ده انت كده هتحصل على مين؟ هتحصل على نفس الكلام، هتحصل على سبيكه. حلو كده؟ حلو. يبقى اذا افران اختزال الشوائب مش بختزل الشوائب فقط، بالعكس ده انا بختزل الشوائب اللي انا بقلل نسبه الكربون يعني، وبضيف عناصر ايه؟ تانية. ليه؟ لان حضرتك لو خدت بالك كده ورجعنا لفرن ميدريكس، فرن ميدريكس بيطلع حديد اسفنج صلب، يعني ما فيهوش كربون، يعني ما فيهوش شوائب، صح؟ طيب فاحنا هندخله الافران دي ليه؟ ما هي لو الافران الثلاثه دول مقتصره على انها بتشيل شوائب بس، يبقى انا الفرن ميدريكس ده الحديد اللي طالع ما فيهوش كربون اصلا، يبقى انا هدخله ليه في الثلاث افران دول؟ يبقى انا الثلاث افران دول مش بيقللوا نسبه شوائب بس، امال ايه؟ بنضيف عليهم عناصر ثانيه علشان نحصل على مين؟ على سبيكه. طب بنحصل على سبيكه ليه؟ لان حضرتك الصلابه كانت موجوده في الحديد بس، الحديد مش لوحده لين. امال ايه؟ اضفت له كربون عشان احصل على خواص مرغوبه ما كانتش موجوده في الحديد بس ولا موجوده في الكربون بس. انما لما حطيت السبيكه اتوفرت في الاثنين. طيب بالنسبه للحديد والفاناديوم، حديد الصلب والفاناديوم انا كنت محتاج قساوه. لو تفتكر قساوه يعني مرونه مع صلابه. طب والمرونه مع الصلابه توفر حديد بس مع الكربون بس مع الفاناديوم بس؟ طبعا لا. انما لما حطيتهم الثلاثه مع بعض عملت سبيكه تتميز بالقساوه اللي هي المرونه
مع الصلابه وهكذا. يبقى المختصر اللي احنا عايزين نقوله ان احنا عايزين نقول ايه؟ ان الافران اختزال الشوائب اللي هي الفرن الكهربي، الفرن المفتوح، المحول الاكسجيني، بيتم فيها نقص وليس انعدام. نقص نسبه مين؟ نقص نسبه الشوائب بس، لا، واضافه عناصر اخرى. ليه؟ لتكوين السبائك. لتكوين مين؟ السبائك. طب انت ليه قلت عليها يا مستر سبائك مش سبيكه؟ ليه قلت سبائك مش سبيكه؟ ما احنا لما نقول سبائك يبقى اذا في منها انواع، انما لو قلت سبيكه يبقى هي نوع واحد. طب هل هي نوع واحد ولا انواع؟ تعالى كده بص معايا. هو الحديد الصلب زي الحديد الصلب والفاناديوم زي الحديد الصلب والكروم؟ لا. هتقول لي لا ازاي؟ اقول لك حديد صلب لوحده ده اللي بنستخدمه في الحديد الصلب اللي في الخرسانات، في الاعمده، في البوابات. جميل. طب الحديد الصلب مع الفنادق كنا بنعمل منه زنبركات السيارات. طب الحديد الصلب والكروم بنعمل منه حلل ستانلس. طب يبقى اذا انا عايز ستانلس، يبقى ينفع زيه زي الحديد الصلب بس؟ ينفع زيه زي الحديد الصلب والفناديوم؟ لا، يبقى كل سبيكه ولها استخدام. لا ده بالعكس، ده كل سبيكه ولها استخدام ولها طريقه في التكوين. يبقى اذا كده السبائك ينفع لها سبيكه واحده ولا سبائك انواع؟ سبائك انواع. فيبقى من هنا لازم اعرف انواع السبائك. طب انواع السبائك احنا هنعرف انواع السبائك وبتتعمل ازاي وبتستخدم في ايه. يبقى لازم نخش دلوقتي على مين؟ على انواع مين؟ انواع السبائك. وعشان خاطر نتكلم عن انواع السبائك لازم الاول نوصف كلمه السبيكه. هو انا كنت بعمل السبيكه ازاي في العموم؟ وانا كنت بعمل السبيكه ازاي؟ مش كنت بحط حديد وكربون؟ حديد وكربون وفاناديوم، حديد وكربون وكروم، تمام كده؟ منجنيز والومنيوم، تيتانيوم والومنيوم، سكنديوم والومنيوم. يبقى انا بعمل ايه؟ بضيف فلز مع فلز. فلز مع مين؟ مع فلز. يبقى اضافه فلز مع فلز. مستر هو انت بتضيف فلز واحد مع فلز واحد؟ لا على فكره، ممكن اضيف فلز واحد مع فلز واحد او اكتر، برضه هحصل على مين؟ على سبيكه، بس لازم تكون فلزات مختلفه. يبقى اضافه فلز مع فلز او اكثر. طب او اضافه فلز مع لا فلز او اكثر. طب ايه اللي عرفك ان هو لا فلز؟ هقول لك بالراحه، نرجع تاني كده. هو انت حضرتك شايف الحديد الصلب ده اللي هو ايه؟ حديد وكربون. الحديد ده ماله؟ الحديد ده فلز. والكربون ماله؟ والكربون لا فلز. يبقى لما ضفت فلز مع لا فلز طلعت سبيكه، ولما ضفت فلز مع فلز ضفت سبيكه. يبقى اذا السبيكه ممكن تتكون لما انا اضيف فلز مع فلز او اكتر، او اضيف فلز مع لا فلز او اكتر. يبقى السؤال هنا لما اضيف لا فلز مع لا فلز نعمل سبيكه؟ طبعا لا. يبقى السبيكه اللي هي فلز مع فلز او اكتر، او فلز مع لا فلز او اكتر، انما لا فلز مع لا فلز لا. تمام تمام. طيب يبقى لازم نتكلم من هنا على مين؟ على السبائك. السبائك في منها كم نوع؟ في منها 3 انواع. انواع السبائك. انواع السبائك اللي هي ايه؟ اول نوع اسمها السبيكه. طب السبيكه الايه؟ انا في العادي ما بحبش اقول، بنحب نستنتج مع بعض. طيب النوع الثاني برضه اسمها السبيكه. النوع الثالث اسمها الايه؟ اسمها السبيكه. طب يلا بينا نستنتج كل سبيكه من دي اسمها ايه وبتتعمل ازاي. تعالى بينا يلا. هنمسك اول حاجه اللي هي مين؟ اللي هي السبيكه. طب السبيكه ايه بقى اسمها؟ هنستنتج مع بعض. وعشان نستنتج مع بعض هنضطر ان احنا نعمل ايه مع بعض؟ نرسم رسمه محترمه كده مع بعض، رسمه كروكي تبين لنا السبائك دي شكلها عامل ازاي وتتعمل ازاي. طب حضرتك ده مين اللي انا بعمله ده؟ اللي انا بعمله ده اسمه ايه؟ اسمه ذرات العنصر الاصلي. ولاحظ انا قلت لك ايه؟ انا قلت ذرات العنصر الاصلي، ما قلتش ذرات الفلز، لان قد يكون فلز او لا فلز وممكن اضيف عليه. يعني هو لو لا فلز اضيف له فلز، لو هو فلز ممكن اضيف له فلز او لا فلز. يبقى هي ذرات العنصر. يبقى ده كده مين؟ ذرات العنصر الايه؟ الاصلي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه حلوه قوي. اللي ما بين الذرات دي اسمها ايه يا شباب؟ اللي ما بين الذرات وبعضها اسمها مسافات بينيه. هنيجي في المسافات البينيه دي هنعمل فيها ايه؟ هنحط فيها ذره صغننه كده. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. اذا انت عملت ايه؟ دي اسمها ايه يا باشا؟ دي اسمها ذرات العنصر المضاف. ذرات العنصر ايه؟ المضاف. مضاف فين؟
مضاف في المسافات البينيه، في المسافات البينيه بتاعت مين؟ بتاعت ذرات العنصر الايه؟ الاصلي. طالما انت ضفت ذرات العنصر المضاف في المسافات البينيه تبقى اسمها سبيكه ايه؟ السبيكه البينيه. يبقى اول نوع اسمها السبيكه الايه؟ السبيكه البينيه. يبقى السبيكه البينيه بتتعمل ازاي يا شباب؟ اوصف اللي انت شايفه. يبقى تتم من اضافه مين؟ ذرات العنصر المضاف. ضفتها فين؟ في المسافات الايه؟ البينيه لمين؟ لذرات العنصر الاصلي. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. في غلطه كبيره عملتها وعاملها بقصد عشان خاطر حضرتك تاخد بالك منها، اللي هي ايه؟ هو انت حضرتك كده لما جيت ضفت ذرات العنصر المضاف ضفتها في كل المسافات البينيه ولا في جزء من المسافات البينيه؟ قدام عينك شايف ايه؟ جزء من المسافات البينيه. يبقى ينفع اقول تتم من اضافه ذرات العنصر المضاف في المسافات البينيه ولا في بعض المسافات البينيه؟ في بعض المسافات الايه؟ البينيه. هنضطر كده ان احنا ايه؟ نروح نعدلها. تمام؟ يبقى في بعض المسافات الايه؟ البينيه. لمين؟ لذرات العنصر الاصلي. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. يبقى اول لما اشوف ذره موجوده في المسافات البينيه لذرات عنصر اصلي، يبقى ده مين؟ دي اسمها سبيكه ايه؟ اسمها سبيكه بينيه. يبقى بالمنطق كده وبعينك عشان اعمل سبيكه بينيه هجيب ذره حجمها ايه مع ذره حجمها ايه؟ يبقى ذره حجمها كبير مع ذره حجمها صغير اهو. يبقى اذا بتيجي ازاي؟ ذره حجمها كبير مع ذره حجمها ايه؟ صغير. يبقى ذره كبيره مع ذره صغيره تديك مين يا شباب؟ تديك سبيكه بينيه. طيب ماشي، ما انا عارف ان هي ذره كبيره مع ذره صغيره، ما هي باينه من الرسم، بس مين الذره الكبيره دي ومين الذره الصغيره؟ ما احنا متفقين العنصر الانتقالي عشان خاطر يتقال عليه انت انتقالي من ضمن الخواص اللي تخص الانتقالي لازم يكون حجمه الذري ايه؟ كبير. يبقى هو ملون، جاي توصيل كهرباء، جاي توصيل حراره، صلب، صلاده. من ضمن الحاجات دي كلها ان هو لازم يكون ايه؟ كثافته كبيره وفي نفس الوقت حجمه الذري كبير. يبقى اذا الذره الكبيره دي اللي هي تبقى مين؟ عنصر انتقالي. مين العنصر الانتقالي؟ احنا قلنا بقى مين العناصر الانتقاليه. ومين الذره الصغيره دي اللي هي مين؟ ذره عنصر ممثل. ذره عنصر مين؟ ممثل. تقوم مديك مين؟ سبيكه بينيه. طيب عنصر انتقالي وعنصر ممثل زي مين؟ يلا معايا. عنصر انتقالي زي مين؟ زي الحديد. عنصر ممثل زي مين؟ زي الكربون. تديك سبيكه بينيه اسمها ايه؟ حديد صلب. جميل كده الكلام؟ جميل الكلام. ذره عنصر انتقالي زي الام ان. ذره عنصر ممثل زي مين؟ زي الاي ال. تديك مين؟ سبيكه. تستخدم في ايه السبيكه دي؟ في المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه، صناعه علب الكنز. طيب مين تاني؟ سكانديوم زائد مين؟ ألومنيوم. يديك مين؟ سبيكه اسمها او تستخدم في صناعه الطائرات الحربيه. تيتانيوم زائد ألومنيوم يديك مين؟ سبيكه تستخدم في مين؟ في صناعه مركبات الفضاء وهكذا. يبقى كده كل ما اجيب ذره كبيره اللي هو عنصر انتقالي مع ذره صغيره اللي هي عنصر ممثل تعمل لي سبيكه اسمها سبيكه ايه؟ سبيكه بينيه. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ يبقى السبيكه البينيه بتتعمل ازاي؟ بتتعمل من انا بدخل ذرات العنصر المضاف في المسافات في بعض المسافات البينيه ذرات العنصر الاصلي. يبقى ذره كبيره مع ذره صغيره تديك سبيكه مين؟ تدينا سبيكه بينيه. في حاجه صعبه كده؟ مفيش حاجه صعبه. نخش على مين؟ نخش على النوع الثاني او السبيكه الثانيه. السبيكه رقم 2 اسمها السبيكه الايه؟ انا مش عارف. تعالى نستنتج مع بعض. السبيكه الايه؟ هنعمل ايه يا شباب؟ هنضطر ان احنا نرسم. تمام كده؟ دي اسمها ذرات العنصر الاصلي. احنا نعمل ايه دلوقتي؟ هنضطر ان احنا نعمل حاجه عشان نستنتج منها اسم السبيكه اللي هي ايه؟ اللي هي دي. هنيجي عند الذره دي هشيلها واعمل ايه؟ واجيب واحده ثانيه مكانها. حلو كده الكلام؟ تمام. وهاجي عند الذره دي هشيلها واجيب واحده ثانيه مكانها. وهاجي عند الذره دي هشيلها واجيب واحده ثانيه مكانها.
انا كده عملت ايه؟ شلت وحطيت. يعني شلت وبدلت. مش انا كده بدلت؟ وطالما بدلت يبقى اسمها سبيكه ايه؟ صح. هتقول لي عليها اسمها سبيكه تبديليه. هو كلامك صح، بس هنقول عليها اسمها سبيكه استبداليه. يبقى السبيكه اسمها السبيكه الايه؟ الاستبداليه. طب انا عملت السبيكه الاستبداليه دي ازاي؟ اللي حضرتك شفته اكتبه. عملنا ازاي؟ بيبقى بتتم ازاي؟ تتم من استبدال. استبدال مين؟ ذرات العنصر الاصلي ولا بعض من ذرات العنصر الاصلي؟ ما انت لازم تاخد بالك من اللفظ اللي انت تقوله. ما انت لو قلت انا استبدلت ذرات العنصر الاصلي يبقى انا شلت ذرات العنصر الاصلي كلها رميتها وجبت ذرات ثانيه جديده. هو انا عملت كده؟ ولا شلت بعض من ذرات العنصر الاصلي وبدلته بذرات ثانيه؟ يبقى تتم من استبدال بعض مين؟ ذرات العنصر الاصلي بمين؟ بذرات العنصر الاخر. ذرات عنصر ايه؟ الاخر. تمام. طب ذرات العنصر الاخر دي ايه ظروفها؟ بص بعينك. هي الذره الاصليه اللي انا كنت عاملها قبل ما اظللها باللون الازرق كانت عباره عن ايه؟ مش كنت عباره عن كره، ولا كنت عباره عن معين، ولا كنت عباره عن مستطيل، ولا كنت عباره عن مربع، ولا كنت عباره عن ايه بالظبط؟ والله كانت عباره عن كره. فانا لما شلتها بدلتها بمين؟ بكره زيها. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان العنصر الاخر اللي انا هبدله بالعنصر الاصلي له نفس الحجم وله نفس الشكل. يبقى اول حاجه ذرات العنصر الاخر دي مالها؟ لها نفس الحجم الذري. كبيره فكبيره زيها. لها نفس الشكل البلوري. يعني ايه نفس الشكل البلوري؟ شلتها على هيئه كره، حطيت واحده على هيئه كره. شلت واحده على هيئه معين، احط واحده على هيئه معين، على حسب اللي انت شلته مين فبتحط زيه بالظبط. يبقى لها نفس الشكل الايه؟ لها نفس الشكل البلوري. طيب شلت ذره فلز، هتحط مكانها ذره مين؟ ذره فلز. يبقى ايه؟ لها نفس الخواص الكيميائيه. لها نفس الخواص الايه؟ الكيميائيه. يبقى شروط العنصر اللي انا بستبدله في السبيكه الاستبداليه له نفس الحجم لذرات العنصر الاصلي، له نفس الشكل البلوري لذرات العنصر الاصلي، له نفس الخاصيه الكيميائيه لذرات العنصر الاصلي. فلز يبقى فلز زيه، كره تبقى كره زيه، كبير يبقى كبير ايه؟ زيه. يبقى عشان اعمل سبيكه استبداليه لازم تكون ذره ايه مع ذره ايه؟ ذره كبيره مع ذره ايه؟ كبيره. يبقى ذره كبيره مع ذره كبيره. نعمل ايه؟ نعمل سبيكه استبداليه. طيب ذره كبيره اللي هي مين؟ ما احنا متفقين الكبير يعني مين؟ يعني انتقالي. يعني ده عنصر انتقالي وده عنصر انتقالي. يبقى اول لما تشوف عنصر انتقالي مع عنصر انتقالي يديك وش سبيكه مين؟ سبيكه استبداليه. يلا زي مين يا شباب؟ هنقوم جايبين مين مع مين؟ يلا هنجيب منجنيز مع وليكن نحاس او حديد الصلب. ها مش ده عنصر انتقالي؟ ده عنصر انتقالي. هتقول اساسا ما ده ممثل انا ماليش فيه. يعني الحديد مع الكربون ده سبيكه بينيه ماشي. انا بتكلم حديد دلوقتي مع مين؟ مع منجنيز. مش ده انتقالي مع انتقالي؟ انتقالي مع انتقالي. يعني ايه كبير مع كبير؟ يبقى وش السبيكه ايه؟ سبيكه استبداليه. طيب مين تاني؟ نحاس مع خرسين. ها ذره كبيره مع ذره كبيره تديك مين؟ تديك سبيكه استبداليه. طيب مين تاني؟ حديد صلب مع كروم تديك مين؟ او انتقالي مع انتقالي تديك سبيكه ايه؟ استبداليه. ده تستخدم في مين؟ في قضبان السكك الحديديه. دي اسمها ايه يا شباب؟ النحاس مع الخرسين اسمه سبيكه النحاس الاصفر. ايه النحاس الاصفر ده؟ حضرتك كده وحضرتك لما تكون اخوك الكبير واختك الكبيره لسه متجوزه وشقتهم لسه معموله تلاقي الاكره بتاعت الباب لونها مذهب كده. ها فتقول ايه ده لونها مذهب؟ دي مطلب ذهب؟ لا مش ذهب ولا حاجه، هي حضرتك متغطيه بمين؟ بنحاس اصفر. نحاس مع خرسين سبيكه استبداليه. طيب الحديد مع الكروم اسمها ايه؟ سبيكه الايه؟ الستانلس ستيل اللي هو ما بيصديش. حلو كده الكلام. يبقى السبيكه الاستبداليه بعملها ازاي؟ ذره كبيره مع ذره مين؟ كبير. ولازم الذره اللي انا هستبدلها لها نفس الشكل البلوري والخواص الكيميائيه والحجم الذري لذرات العنصر الايه؟ لذرات العنصر الاصلي.
في حاجه صعبه كده؟ وبكده دي السبيكه رقم 2. طيب نخش على السبيكه الثالثه. السبيكه الثالثه اللي هي مين؟ السبيكه الثالثه اللي هي انا مش عارفها، اسمها السبيكه. طيب اسمها ايه؟ هنستنتج مع بعض. طب يلا نستنتج مع بعض برضه نفس اللي احنا عملناه. عملنا مين؟ عملنا ذرات العنصر الاصلي. ذرات العنصر الايه؟ الاصلي. طيب ده ذرات العنصر الاصلي. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده في المنطقه دي قلنا عليها ايه؟ المسافات البينيه. هنعمل ايه في المسافات البينيه دي؟ هنحط ذرات عنصر مضاف. الله، ده انت كده عملت سبيكه ايه؟ عملت سبيكه بينيه. رجعتنا للنوع الاول من السبايك، السبيكه مين؟ البينيه. ايه الجديد؟ طب ما هي نفس الاولانيه. الجديد منه هنا ان انا هحطهم الاثنين مع بعض في ظروف من ضغط ودرجه حراره تخليهم يتفاعلوا. تخليهم ايه؟ يتفاعلوا. طب هو مين هنا الكتير؟ مش ذرات العنصر الاصلي اللي هو الفلز؟ يبقى من اللي هيتفاعل مين؟ الفلز مع الفلز وبعضه. تمام كده؟ طب والفلز يتفاعل مع الفلز ازاي؟ هتعمل حاجه اسمها رابطه فلزيه. تبقى السبيكه دي يعني سبيكه بينيه ولا سبيكه فلزيه ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. تاني، ضفت عناصر صغيره في الحجم الذري في المسافات البينيه. طب كلها ولا بعضها؟ لا، في بعض المسافات البينيه. تمام تمام، دي اسمها سبيكه بينيه زي الاولانيه. طب انا عملت ايه بعد كده؟ قمت حطيتهم في ظروف من ضغط ودرجه حراره خليتهم يتفاعلوا مع ايه؟ يتفاعلوا مع بعض. ولما يتفاعلوا مع بعض يبقى في روابط تتكون، بس الغالبيه هنا فلزات تبقى اسمها رابطه ايه؟ رابطه فلزيه. تبقى السبيكه تتكون رابطه بينيه ولا فلزيه ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض يبقى اسمها سبيكه ايه؟ بينيه فلزيه. طب ده ندخلهم في بعض، هندخلهم في بعض اسمها السبيكه الايه؟ البين، اللي هي اختصار كلمه بينيه. فلزيه اختصار كلمه فلز، يبقى اسمها السبيكه البين فلزيه. يبقى السبيكه البين فلزيه بتتعمل ازاي يا شباب؟ يلا. تتم من اضافه مين؟ ذرات العنصر المضاف. فين؟ في بعض وليس كل، في بعض مين؟ بعض المسافات البينيه لمين؟ لذرات العنصر الاصلي. لو وقفت لحد هنا كده انا كلام ناقص، كده انا رجعتك للنوع الاول. امال ايه؟ مع حدوث اتحاد او تفاعل. طب انا هعمل حدوث او تفاعل ازاي؟ ان انا احطهم في مين؟ في ظروف تخليهم يتحدوا مع بعض او يتفاعلوا مع بعض. جميل الكلام؟ تمام. طب هم لما يتحدوا مع بعض اكيد هيكونوا روابط، يبقى حد هيفقد وحد هيكتسب. هقول لك جميل، اقول لك تعالى كده بس معايا. زي مين؟ الحديد كبير مع كربون. حلو كده الكلام؟ هقول لك حلو. لو جيت سالتك سؤال وقلت لك هو الحديد تكافؤه ايه؟ هتقول الحديد تكافؤه ثنائي وثلاثي. طب احنا نحب ناخد التكافؤ الكامل الثلاثي عشان يبقى مستقر، يبقى تكافؤ ثلاثي. والكربون تكافؤه ايه؟ رباعي. واحنا تبع قانون الصيغه او قانون التكافؤ بنبدل التكافؤات، هيبقى يدينا مين؟ اف اي 4 سي 3. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. طب لقينا احنا بقى لما جينا حطينا حديد مع كربون في السبيكه البين فلزيه ادتني مين؟ اف اي 3 سي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده هنا اف اي 3 سي والمفروض كان يبقى اف اي 4 سي 3. ما هو كان المفروض يبقى اف اي 4 سي 3 لو خضع لقانون التكافؤ، خضع لقانون الصيغه اللي احنا ماشيين بقى طول عمرنا بالوزن وبالتعادل وبالنسب الثابته. انما هنا لما عملت في السبيكه البين فلزيه ادتني اف اي 3 سي خضع لقانون التكافؤ ما خضعش لقانون التكافؤ. حلو كده الكلام؟ طيب نيجي لواحده ثانيه، نيجي لواحده ثانيه زي مين؟ الواحده الثانيه دي زي الاي يو مع البي بي. البي بي تكافؤه ثنائي ورباعي والاي يو تكافؤ ثلاثي. لو بدلنا طبعا قانون التكافؤ يبقى اي يو 2 بي بي 3. طيب هل انت يا ذهب ورصاص لما جينا نعمل لك سبيكه بين فلزيه بيتعامل ازاي؟ بيتعامل كده اي يو 2 بي بي. ايه ده؟ اي يو 2 بي بي؟ اي يو 2 بي بي يعني ما خضعش لقانون التكافؤ زي التبديل اللي احنا عملناه. هو برضه ما بيخضعش لقانون التكافؤ. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. يبقى اذا بقيت وصف السبيكه البين فلزيه ان هي بتتم من اضافه ذرات العنصر بعض ذرات العنصر المضاف في بعض المسافات البينيه لذرات العنصر الاصلي مع حدوث تفاعل واتحاد وانتاج. وانتاج مين يا شباب؟ وانتاج سبائك مالها
او مركبات. مالها المركبات دي؟ المركبات دي لا تخضع لمين؟ لا تخضع لقانون التكافؤ. او مركبات لا تخضع لقانون مين؟ التكافؤ. زي مين يا شباب؟ زي مين؟ زي السبائك اللي احنا عندنا دي اف اي 3 سي، اسمها سبيكه ايه؟ اسمها سبيكه السيمونتايت. اسمها سبيكه ايه؟ السيمونتايت. اسمها سبيكه كربيد الحديد او السيمنتايت. تمام كده؟ تمام. السبيكه اللي بعدها اللي هي مين؟ AU2BB، اسمها سبيكه ايه؟ سبيكه الذهب والرصاص او الرصاص والذهب. تمام؟ تمام. طب في سبائك ثانيه؟ طبعا في سبائك ثانيه اللي هي مين؟ سبيكه النيكل مع ألومنيوم او نحاس مع ألومنيوم. ده لوحده وده لوحده. السبيكه دي او دي اسمها ايه؟ اسمها سبيكه الديور ألومين. الديور ألومين دي بتستخدم في صناعه مين؟ عارفين خلاط الدش؟ ايه خلاط الدش ده؟ اللي هو الهاند ميكسر، اللي هو السخن والبارد. اهو البتاع ده اللي هو لونه تحس انه لونه الفضي ده عباره عن مين؟ يا نيكل والومنيوم يا اما نحاس والومنيوم. اشمعنى؟ عشان الاثنين دول مع بعض ما بيصديش. عارفين النيكل ما بيصديش، وعارفين النحاس بيلي هيدروجين في مسلسلات الجهد الكربونيه او مسلسلات النشاط الكيميائي، فما بيتفاعلش مع هيدروجين الميه فمش هيصد. زائد ان الالومنيوم طبعا ما بيصديش، بحكم احنا عندنا والدتنا في البيت عندها حاله الالومنيوم ما بيصديش. حلو كده الكلام؟ حلو الكلام. يبقى انت شايف كده في الديور الومين مين العنصر الاساسي في الديور الومين؟ عنصر مين؟ الالومنيوم، اللي هو عنصر ممثل موجود في المجموعه ال 3 a. تمام كده يا شباب؟ يبقى النوع الثالث من السبائك دي اسمها السبائك الايه؟ البين فلزيه. تمام كده؟ تمام. يبقى نرجع تاني كده بقى ان انواع السبائك بتاعتي كانت ايه؟ كان 3 سبائك اللي هم مين ومين ومين. اول سبيكه اسمها السبيكه الايه؟ السبيكه البينيه، والسبيكه الاستبداليه، والسبيكه البين فلزيه. وهي من اسمهم نعرف نوصفهم، بس انا رسمت لك قدامك عشان خاطر تعرف ايه؟ تعرف توصف. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. حضرتك انا لما جيت عملت السبيكه البينيه دي انت ملاحظ ايه؟ هل لما انت عملت السبيكه البينيه في حاجه جديده جدت؟ اه طبعا لازم يكون في حاجه جديده جدت. اللي هي ايه؟ تخيل كده معايا، عارف انت الانبوبه؟ هنيمها على بطنها كده ونزقها، هتتزق ولا مش هتتزق؟ هتتزق. طب لما نحط وراها نص قالب طوب او قالب طوب او حجر، ايه اللي هيحصل لها؟ ونيجي نزقها هتتزق؟ مش هتتزق. اهو نفس الكلام. تخيل كده معايا دي مش موجوده، دي كده ايه؟ مش موجوده. تمام؟ وقمت جاي ضارب بالشاكوش على حته الحديد دي، ايه اللي هيحصل؟ الطبقه السطحيه دي ايه اللي هيحصل لها لما اضرب عليها بالشاكوش؟ هتتحرك في الاتجاه ده. تمام؟ هتتحرك فين؟ في الاتجاه ده. طب كده يبقى ايه؟ طالما اتحرك معايا يبقى لين، وطالما لين يعني مش صلب. تمام؟ تمام. لما انت جيت ضفت ذرات العنصر المضاف، ضفتها فين؟ في المسافات البينيه دي. فبالله عليك انت شايف ايه؟ مش الذرات العنصر المضاف دي عملت زي الحجر اللي انت حطيته ورا الانبوبه؟ اهي عملت كده. فلما اجي اضرب هنا دي هتتحرك ولا الذره بتاعت المضاف دي في المسافات البينيه هتوقفها؟ هتوقفها. فلما اجي اضرب عليها بشاكوش هتتحرك؟ لا. يبقى الصلابه ايه اللي حصل لها؟ زادت. المتانه ايه اللي حصل لها؟ زادت. الصلاده ايه اللي حصل لها؟ زادت. التوصيل الكهربي ايه اللي هيحصل له؟ الحديد بيوصل كهرباء والكربون بيوصل كهرباء، يبقى هيزيد. درجه الانصهار ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. درجه الغليان ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. يبقى انت لما جيت حطيت الحديد مع الكربون عشان تعمل سبيكه، حسنت الخواص ولا ما حسنتهاش؟ حسنتها. الحديد لما كان لوحده ما كانش متوفر في الكلام ده كله، لما حطيت له كربون اتوفر فيه انه بقى صلب وبقى صلاده وبقى متانه وبقى درجه توصيل كهرباء ودرجه حراره كهرباء عاليه، كل حاجه بقت كبيره. يبقى انت لما جيت عملت السبيكه البينيه عملتها ليه؟ عملتها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تحسن الخواص بتاعتك. مين الخواص بتاعتك اللي انت هتحسنها؟ درجه الانصهار، درجه الغليان، ودرجه التوصيل الكهربي والتوصيل الايه؟ الحراري. يبقى الغرض من عمل السبائك اللي هو ايه يا شباب؟ الحصول
على خواص مرغوب فيها. حصول على خواص ايه؟ مرغوب بايه؟ فيها. لا تتوفر في العنصر المفرد. ايه هي الخواص دي؟ زيادة الصلابة، او زيادة الصلادة، او زيادة درجتي الانصهار والغليان، او زيادة التوصيل الحراري والكهربي، وهكذا. تمام كده يا شباب؟ ومن هنا احنا كده خلصنا انواع مين؟ انواع السبائك. في حاجه صعبه كده؟ تمام؟ تمام. في حاجه صغيره لازم تاخد بالك منها حضرتك، اللي هي ايه؟ احنا قلنا السبائك في منها ايه وفي منها ايه؟ في منها بينيه وفي منها استبداليه وفي منها بين فلزيه. طب لما اقول لحضرتك حديد مع كربون، ده عباره عن ايه؟ والله انت هتحط حديد وكربون بس من غير ما تحطه في ظروف تتفاعل، تبقى اسمها سبيكه ايه؟ سبيكه بينيه. طب لما تحطهم مع بعض خليهم يتفاعلوا تبقى اف اي 3 سي، تبقى سبيكه ايه؟ سبيكه السيمنتايت بين فلزيه. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. هنيجي على دي السبيكه الايه؟ البينيه اللي هي اف اي وسي فقط. تمام كده؟ تمام. حضرتك الاف اي والسي هنا لما انت حطيتهم يتفاعلوا مع بعض؟ لا. ارتبطوا مع بعض؟ لا. مسكوا في بعض؟ لا. تبقى اسمها ايه؟ احيانا بندلعها بنقول عليها حديد وكربون منفصل. حديد وكربون ايه؟ منفصل. انما في سبيكه السيمنتايت الاف اي والسي بقت اف اي 3 سي، يعني اتحدوا مع ايه؟ اتحدوا مع بعض، يعني مسكوا في بعض، يعني ارتبطوا مع بعض. عشان كده بندلعهم احيانا ونقول عليهم ايه؟ حديد وكربون متصل. يبقى اول ما تسمع حديد وكربون منفصل يبقى الكلام على مين؟ حديد وكربون متصل يبقى الكلام على مين؟ حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. هنيجي على الحديد والكربون المنفصل اللي هي السبيكه البينيه. في منها شقين او حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الحاجتين دول يا شباب معتمدين على نسبه الكربون. يعني ايه؟ لو نسبه الكربون عاليه، ولو نسبه الكربون قليله. لو نسبه الكربون قليله تبقى اسمها ايه يا شباب؟ اسمها حديد صلب. طب لو نسبه الكربون بقت عاليه اسمه ايه؟ اسمه حديد زهر. ايه حديد زهر ده؟ حديد زهر ده حضرتك عارف انت الغطا بتاع البلاعه اللي موجوده في الشارع؟ اه. انا عايزه حديد يصدي ولا ما يصديش؟ عايزه حديد ما يصديش. طب ما هي البلاعه دي فيها ايه؟ فيها اعزك الله، فيها ميه صرف، وميه الصرف دي وسط ملائم جدا للصدى، فبالتالي الحديد هيصدي. طب انا عشان خاطر اخلي الحديد ما يصديش اعمل ايه؟ ازود نسبه الحديد ولا ازود نسبه الكربون؟ ازود نسبه الحديد في الليس اللي بيتاكل ولا ازود نسبه الكربون اللي في الليس اللي ما بيتاكلش؟ هنزود نسبه الكربون. فلما زودت نسبه الكربون عملت حاجه اسمها حديد ايه؟ حديد زهر. حلو كده الكلام؟ ولو قللت نسبه الكربون عملت حاجه اسمها حديد ايه؟ حديد صلب. يبقى اذا السبيكه البينيه اللي هي بين الحديد والكربون اسمها حديد وكربون منفصل غير متصل. في منها نوعين، نسبه الكربون قليله يبقى حديد صلب، نسبه الكربون كبيره يبقى حديد زهر. طيب هنا بقى في الحديد والكربون المتصل اللي هو ايه؟ سبيكه السيمنتايت اللي هي اف اي 3 سي. طيب حضرتك يا استاذ نميز ما بينهم ازاي؟ هو ده المغزى من الكلام. يجي يقول لك كيف تميز عمليا بين سبيكتي للحديد والكربون احدهما متصل والاخر منفصل. احدهما متصل والاخر ايه؟ منفصل. اعملهم ازاي؟ طبعا انا عندي كلمه سر متفقين عليها اللي هو ايه؟ حديد وكربون منفصل اللي هو مين؟ سبيكه بينيه اللي هي اف اي سي سلاش كده سي. انما حديد وكربون متصل اللي هو مين؟ السيمنتايت او كربيد الحديد. اميز ما بين الاثنين دول ازاي؟ هميز بينهم باضافه مين؟ HCl دايل او
دايل H2SO4 الاثنين واحد. اللي هيحصل هنا هيحصل هنا، هنحط HCl هنا Fe وسي زائد مين؟ HCl دايل. بالله عليك ايه اللي هيحصل؟ مش الحديد ده فلز؟ يعني ايه فلز؟ يعني اكثر نشاط من هيدروجين الحمض، يعني هيحل محل مين؟ هيدروجين الحمض، يعني هيقعد جنب مين؟ جنب السي ال، فهيدينا مين؟ FeCl. طب FeCl2 ولا FeCl3؟ انا مش عارف. هيطلع هنا مين؟ مش هو هيحل محل الاتش؟ يعني هيطلع غاز مين؟ غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين ده مش عامل مختزل؟ عامل مختزل. والعامل المختزل هيوقف الحديد عند 2 ولا يوصله 3؟ العامل المختزل هيوقف الحديد عند 2، لان اللي بيوصل الثلاثه عامل مؤكسد. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. السؤال بقى هنا، الكربون حصل له حاجه؟ الكربون لا فلز وهنا حمض اللي هو لا فلز ذات برضه، يبقى اللا فلز يتفاعل مع اللا فلز؟ طبعا لا. ويتبقى مين يا شباب؟ كربون. الكربون ده ماله؟ الكربون ده ماله؟ راسب ايه؟ راسب اسود اهو، راسب اسود. ينزل كده فين؟ في قاع الانبوبه اللي هو راسب ايه؟ راسب اسود. طب تعالى نحط كده مع الهيماتايت كربيد الحديد، نحطه مع HCl Fe3 مع HCl دايل. ايه اللي هيتم؟ لما نحط السبيكه دي مع حمض الهيدروكلوريك المخفف، هو ده حديد وكربون منفصلين عن بعض، ولا حديد وكربون حصل ما بينهم اتحاد وترابط؟ يعني حصل ان الحديد فقد والكربون اكتسب، فبقى اذا الحديد ما بقاش تركيبه زي ما هو، والكربون ما بقاش تركيبه زي ما هو. يعني اذا الكربون ما بقاش زي ما هو والحديد مش زي ما هو، فايه اللي هيحصل للسبيكه كلها؟ تتآكل وتذوب السبيكه كلها. ليه؟ لان الحديد هيحل محل الاتش. تمام كده الكلام؟ مش هتبقى كربون، لان الكربون اصلا لما اتحد مع الحديد ما بقاش كربون، تركيبه الكيميائي والالكتروني اتغير، فما بقاش كربون، ما بقاش سي ثابته زي ما هي على الالكترونات، فبالتالي مش هيترسب كربون. يبقى اذا لو اتبقى راسب اسود يبقى ده حديد وكربون منفصل، سبيكه بينيه. طيب لو تآكل كل السبيكه اتاكلت تبقى ايه؟ حديد وكربون متصل، سبيكه بين فلزيه. في حاجه صعبه كده؟ مفيش حاجه صعبه. طب نيجي تاني لنقطه كمان، يجي يقول لك كده ايه؟ وضح كيف تميز بين سبيكه الحديد الصلب والنحاس الاصفر. برضه سهله. سهله ازاي؟ حديد صلب يعني مين؟ حديد وكربون منفصل ولا متصل؟ طبعا متصل، اف اي وسي. ونحاس اصفر اللي هو مين؟ زد ان زائد السي يو. حلو كده الكلام؟ حلو الكلام. هنحط مين عليهم عشان خاطر نميز ما بينهم؟ هنحط عليهم دايل اتش سي ال او دايل اتش 2 اس او 4. ايه اللي هيتم يا شباب؟ اللي هيتم كالاتي، نفس اللي احنا عملناه. هنحط هنا مين؟ الحديد الصلب، هنحط عليه مين؟ اتش سي ال دايل. ايه اللي هيتم؟ الحديد اكثر نشاط فهيحل محل هيدروجين الحمض، فيدينا مين؟ اف اي سي ال. طب اف اي سي ال 2 ولا اف اي سي ال 3؟ مش عارف. فجاه طلع غاز مين؟ الهيدروجين. غاز الهيدروجين عامل مختزل، يبقى يوقف الحديد عند الايه؟ عند الثنائي. تمام؟ يوقف الحديد عند ايه؟ عند الثنائي. طيب وهيبقى لك مين تاني؟ وهيبقى لنا الكربون الاسود، راسب اسود. فين؟ على جدار الانبوبه او في قاع الانبوبه. طيب على الناحيه الثانيه ايه اللي هيتم؟ الزد ان ومعاها السي يو، ده نحاس اصفر، هنحط عليه مين؟ اتش سي ال دايل. تمام؟ تمام. ايه اللي هيحصل؟ والله انت عارف ان الزد ان اكثر نشاط من الاتش، يعني تحل محل مين؟ الاتش. السي يو اقل نشاط من الاتش فمش هيحل محل الاتش، هيبقى يديك مين هنا كده؟ زد ان سي ال 2، ويتصاعد غاز مين؟ غاز الهيدروجين. وبما ان النحاس بيقلل الهيدروجين يبقى مش هيحصل له حاجه. امال ايه اللي هيحصل له هنا كده؟ هينزل يترسب على هيئه مين؟ النحاس الايه؟ نحاس احمر اللي هو راسب. فرق راسب مين؟ راسب لونه ايه؟ راسب لونه احمر في قاع الايه؟ في قاع الانبوبه. حلو كده الكلام؟ راسب لونه ايه؟ احمر في قاع مين؟ الانبوبه. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ طيب نتنقل على سؤال بقى، ازاي اعمل السبائك دي؟ يعني طرق عمل السبايك اللي هي البينيه او البين فلزيه او السته اللي احنا عملناهم في الفرن. بس في ان انا اعمل ايه؟ بس في طريقتين يا شباب عشان اعمل السبائك.
في طريقه، اول طريقه اسمها طريقه ايه؟ طريقه الصهر. طريقه الايه؟ الصهر، يعني جايه من الانصهار. يعني بيتم فيها ايه يا شباب؟ بيتم فيها صهر. صهر مين؟ مكونات السبيكه وخلطها ثم تركها لتبرد. بسيطه خالص، واتركها عشان خاطر ايه؟ تبرد. الطريقه الثانيه اسمها طريقه مين؟ اسمها طريقه الترسيب الكهربي. وده ان شاء الله هناخده في الباب الايه؟ في الباب الرابع، طريقه الترسيب الايه؟ الكهربي. طب بتتم ازاي طريقه الترسيب الكهربي دي؟ ركز معايا. دي مين دي؟ دي بطاريه. ده الصغير سالب والكبير موجب. تمام؟ تمام. فالكبير الموجب ده بنسميه مين؟ بنسميه انود، بيحصل عنده عمليه اكسده. والصغير السالب ده بيحصل عنده عمليه اكسده. والصغير السالب ده بنسميه مين؟ بنسميه كاثود، بيحصل عنده عمليه ايه؟ بيحصل عنده عمليه اختزال. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. احنا اتفقنا بعد كده قبل كده اكسده يعني ايه؟ اكسده يعني تآكل، يعني فقد، يعني صدأ، يعني ذوبان. تمام؟ تمام. طيب والاختزال؟ اختزال يعني اكتساب، يعني ترسيب. حلو كده؟ في اي حاجه صعبه؟ تمام. انا حضرتك عايز ايه؟ عايز اعمل ايه؟ هي اسمها سباكه بتتم ازاي؟ بالترسيب. الترسيب الايه؟ كهربي. والترسيب يعني اكتساب، يعني اختزال. واللي بيحصل عنده اختزال اللي هو مين؟ اللي هو الكاثود. حلو كده؟ حلو. فانا عايز ارسب هنا. عايز ارسب ايه؟ هنا. ليه؟ مش احنا قلنا الترسيب يعني اكتساب؟ والاكتساب بيتم عند مين؟ عند الاختزال، والاختزال عند الكاثود. يبقى اللي انا عايز ارسبه هيروح يترسب على مين؟ على الكاثود. طيب يبقى لازم احط مين هنا؟ احط هنا اللي انا عايز ارسبه الناحيه الثانيه. طب انت عايز ترسب مين هنا؟ انا عايز ارسب هنا نحاس وخرسين. عايز ارسب نحاس وايه؟ وخرسين. طيب يبقى لازم يكون القطب هنا مين؟ لازم يكون القطب هنا نحاس وخرسين. ليه؟ لان النحاس لما يتاكسد والخرسين لما يتاكسد يتحول لمين؟ زد ان موجب 2 وسي يو موجب 2، وبعد كده يروحوا الاثنين ايه؟ يكتسبوا ويترسبوا. حلو كده؟ حلو. يبقى طريقه الترسيب الكهربي بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق مين؟ وضع القطب المراد حدوث له ترسيب كهربي في محلول من ايوناته. يبقى انا عملت ايه؟ انا عايز اعمل ترسيب للنحاس الاصفر. تعمله ازاي؟ مثلا هنا عشان خاطر تفهمها بطريقه ثانيه، هنا ميداليه. هنا ايه؟ في هنا كده ميداليه. عايز ايه؟ عايز اغطيها بنحاس اصفر. اكرة باب، مقبض الباب عايز اغطيه بنحاس اصفر. طب عشان اغطيه يبقى ايه؟ يبقى اخد منه ولا احطه عليه؟ احطه عليه. احطه عليه يعني ايه؟ يعني هرسب يعني اوصله بمين؟ اوصله بالايه؟ بالاختزال عند الكاثود يعني. فانا هو كده اوصل المقبض المقبض الباب عند الكاثود. تمام؟ تمام. فانت عايز ترسب عليه مين؟ نحاس اصفر. يبقى لازم النحاس الاصفر اللي هو الزد ان والسي يو يكون متوصل عند الانود. ليه؟ علشان اللي بيحصل عند الانود تآكل، اكسده، ذوبان، فبالتالي هينزل يدوب على هيئه مين؟ زد ان موجب 2 وسي يو موجب مين؟ سي يو موجب 2. وبعد كده زد ان موجب 2 وسي يو موجب 2 تروح عند الاختزال عشان تاخد الالكترونات وتبتدي ايه؟ تترسب. يبقى الترسيب الكهربي تم ازاي؟ بحط القطب اللي انا عايز ارسب منه في ايوناته. يبقى يتم ازاي؟ بوضع مين؟ القطب المراد ترسيبه في محلول من ايوناته. حلو. طب لو انا عايز ارسب هنا فضه، عايز ارسب على الميداليه دي فضه او على الاخرى دي فضه، هوصل عند الانود فضه وهخليها في ايونات مين؟ في ايونات الفضه. طب انا عايز ارسب هنا وليكن كروم، يبقى اخلي الكروم عند الانود واحطه في ايونات الكروم. اللي انا عايز ارسبه اخليه هو عند الانود واحطه في ايوناته. تمام؟ يبقى اللي انا عايز اطلي بيه، اللي انا عايز اغطي بيه، اغطي بمين؟ اغطي بالنحاس اصفر. يبقى احط النحاس الاصفر فين؟ ما هو النحاس الاصفر يا شباب عباره عن حاجه صلب. مش هجيب فرشه انا كده ولا، ده نحاس اصفر ده يعني عباره عن ايه؟ قطب صلب. قطب صلب يبقى انا محتاجه يدوب، احطه في ميه يدوب؟ استحاله يدوب في ميه. فبالتالي لازم ايه؟ ادوبه بالكهرباء. عشان ادوبه
يعني خليه يدوب، يعني يتاكل، يعني اوصله عند مين؟ عند اللي هيحصل له اكسده، يبقى هحطه عند الانود. حلو. طيب انت لما تحطه عند الانود هيتاكل، يبقى هيكون محلوله هو. عشان كده بقول لك القطب اللي انا عايز اغطي بيه احطه عند الانود، واحطه في مين؟ في محلول ايوناته. تمام كده؟ واحطه في محلول مين؟ محلول ايوناته. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس الثالث تماما. اشوفكم على خير باذن الله تعالى، ربنا يوفقكم.